المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي سيصادف يوم غد. إلى نشرة الأخبار والبدء بالعناوين. إصابة 14 شخص بفيروس كورونا اليوم. الخدمات التعليمية تحقق تقدما ملحوظا في شمال البحر الأحمر. اختتام 90% من أعمال توسعة وصيانة طريق عالدغية حالاي دكسا. واشنطن تعلن سحب 11,900 من جنودها خارج ألمانيا. أمريكا تفرض عقوبات على سوريا للضغط على الأسد لإنهاء الحرب. ورينو الفرنسية تسجل خسائر تاريخية بأكثر من 7 مليارات يورو. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة اكتشاف إصابة 14 مواطن بفيروس كورونا خلال الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 30 من يوليو للمتواجدين في مراكز العزل في منطقتي أديبرا وغرمايكا بإقليم كاشبركا. وكان منهم 13 مصابا في مركز أديبرا للعزل الصحي وواحدا في مركز جرمايكا، وقد عاد جميعهم في الأسابيع الماضية من السودان بطريقة غير نظامية. في غضون ذلك شوفي 34 مواطن كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مختلف المستشفيات بإقليم كاشبركا، وتم تسريحهم جميعا إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 279 إصابة، شفي منهم 225 مريضا، ولا يزال 54 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من يوليو 2020. أعلن فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر إنجاز أعمال فعالة في توسعة وانتشار الخدمات التعليمية بالإقليم، وخاصة في المناطق الريفية البعيدة. أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان في المقابلة التي أجراها مع إرنا بناء 26 مدرسة جديدة كلفت أكثر من 38 مليون نقفة، وتقديم المدارس التي كانت تدرس في الخيام خدمات تعليمية جيدة بعد ارتقائها إلى مدارس عصرية وحديثة، مما خلق انسيابية وعزز المساهمة الطلابية الفعالة ودفع بقوة لتطور العملية التعليمية. وأشار الأستاذ رشيد إلى ارتفاع نسبة انتشار خدمات التعليم في الإقليم هذا العام مقارنة بالعام الماضي ب 33%، ومشاركة الطلاب ب 6.3%، موضحا بأن 90% من الأطفال الذين وصلت أعمارهم إلى سن التعليم في العمر المناسب، إضافة إلى الخدمات التعليمية المقدمة في إطار برنامج عريوت، يحصلون على خدمات التعليم. وذكر بأن 80% من أصل 426 مدرسة منتشرة في الإقليم توجد في المناطق الريفية البعيدة. ونتاجا لذلك شهدت المساهمة الطلابية في مائدة التعليم وخاصة الإناث ارتفاعا مطردا، مشيدا بالمبادرات الجماهيرية الجارية للتقليل من النواقص الآنية. وفي التوضيح الذي أدلى به الأستاذ رشيد فيما يتعلق بالمدارس التي اقتلعت أسقفها الرياح والأمطار، فقد أجريت هذا العام صيانات كاملة لمدارس صالت في مديرية قندع، وبيان في مديرية نافا، وإرافلة في مديرية فورو، وقتمية في مدينة مصوع، وجمهيلة في مديرية دهلك. وفي الختام قال الأستاذ رشيد أن عدم تجمع القرى وبعد المدارس ونقص الفصول الدراسية وقدم المدارس تعد من أهم التحديات والعراقيل التي تواجه الفرع، ولتقليل ذلك تقوم إدارة الإقليم بقدراتها الذاتية بإرسال الطلاب إلى المدارس الداخلية وبناء فصول دراسية إضافية وصيانة المدارس. وتوضح مستندات وزارة التعليم ارتفاع رياض الأطفال في إقليم شمال البحر الأحمر بفضل الاستثمار الضخم الذي شهده الإقليم خلال سنوات الاستغلال الماضية، من 5 روضة إلى 86، والابتدائية من 18 إلى 172، والمتوسطة من 3 إلى 76، والثانوية من 3 إلى 14 مدرسة. صرح المهندس تدروس دبساي من شركة سبيكو للإنشاءات والمشرف على أعمال صيانة الطريق الترابي الذي يربط بين مناطق عالدقيح وحلاي ودكسة
صرح باختتام أكثر من 90% من تلك الأعمال. وأشار المهندس تيدروس إلى أن هذا الطريق الذي أشرف على الاكتمال هو طريق ذو أهمية اقتصادية واجتماعية، وأقصر طريق ترابي خال من التعرجات في طريق عدغية حندحش سقنيتي المسفلت، وتستفيد منه عدد من المناطق. تجري صيانة الطريق الذي يقدم الخدمات لمناطق حواتو ودرعا وحدش عدي وماي حراسات وحلاي وغيرها من المناطق بطول 36 كيلومترا وعرض ما بين 6 إلى 20 متر، بالتنسيق بين شركة سبيكو للإنشاءات وأعضاء قوات الدفاع المرابطين في تلك المناطق. وبموجب الأعمال التي بدأت قبل 10 أشهر، اكتملت مهام توسعة وصيانة 31 كيلومترا بالتربة المختارة وبناء جسر حجري كبير في خور كساد قري. في غضون ذلك استضاف سكان مدينة عدقية أعضاء شركة سبيكو للإنشاءات وقوات الدفاع المشاركين في أعمال الصيانة والتوسعة للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم. شهدت مديريات قال نفحي وعططرات وقجرت بالإقليم الأوسط ومديرية عيلة برعد بإقليم عنسبة تقديم مساعدات مالية وعينية لأسر الشهداء والمحتاجين. ووفق المعلومات التي أفاد بها مراسلو إيرينا، ساهم سكان منطقة عد صناف في مديرية قال نفحي ب20,000 نقفة وزعت ل50 من الأسر المحتاجة، وفي مديرية ططرات وزعت 4,000 نقفة ومواد استهلاكية بذات الطريقة للمحتاجين. وفي إدارة قجرت ساهم السيد مرقيتا قشي اسمه صاحب مؤسسة وارتا ب50 كنتال ذرة للأسر المحتاجة. في غضون ذلك ساهم سكان منطقة غوش في مديرية عيلة برعد ب73,000 نقفة و500 نقفة، فيما ساهم التجار والحكومة في الدائرتين الأولى والثانية ببلدة إيدن ب16,200 نقفة وأكثر من 4 كنتال ذرة ومواد استهلاكية للمحتاجين. أعفى الإريتريون المقيمون في الداخل والمهجر مدفوعات إيجارات البيوت لمساعدة المحتاجين في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد أعفى السيد في السهاية محاري المقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية إيجار شهرين لمستأجر في أسمرة ومستأجرين في صنعفة، والسيد منقست آب في سهاطيون إيجار شهرين في بيلاجو، والسيد يوهانس تيدروس إيجار شهرين في دقة محرين، وسفاش تخلو إيجار 3 أشهر في سنبل، وجمعة أحمد حايش إيجار 3 أشهر في طرونا، والسيد يوهانس طقاي إيجار شهرين في أسمراء. وأعفى السيد برخت مع محرة آب من أمريكا إيجار شهرين في صلوت بقالة نفحي، والمقدم كفلي هيلي إيجار شهر، وإتمار تارقي من جنوب أفريقيا 3 أشهر، وحريتي أبرها إيجار شهرين. وأعفى السيد هبتو هيل مريم إيجار شهرين في أسمراء، ونقاس ود السلاسي إيجار شهر، وقرنسي برهي إيجار 3 أشهر، والسيدة جبريل هيلي من أمريكا إيجار شهرين، وشيشاي برهي من إيطاليا إيجار 3 أشهر، وأسرة قعوي زغبي حتى زوال كورونا لحالة بيكولو. وعفى السيد زموي نقاش من ألمانيا إيجار شهرين، وإلزا تولد برهان إيجار شهرين، وقبرهوت حبت مريم من ألمانيا إيجار شهر، وكدان نقاش إيجار 5 أشهر، وداويد كحساي حتى شهر ديسمبر 2020. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإيريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قررت الولايات المتحدة سحب 11,900 من جنودها من ألمانيا لإعادة نشر جزء كبير منهم في بلجيكا وإيطاليا، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر. وتنظر واشنطن أيضا في إعادة نشر قوات لها في بولندا ودول البلطيق في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول حول وضع تلك القوات، كما أكد إسبر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بصدد إعادة 6,000
1400 جندي أمريكي إلى الولايات المتحدة ونقل نحو 5600 جندي إلى دول أوروبية أخرى. وأكد إسبر أن الخطوات الأولى في هذا الصدد قد تنفذ خلال الأسابيع المقبلة، كما اعتبر أن الهدف من هذه الخطوة استراتيجي لا سيما في إطار الردع ضد روسيا. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل دقائق من مؤتمر إسبر الصحفي أن سحب القوات من ألمانيا يعود لرفضها دفع المزيد من الأموال، لكن ألمح إلى أنه قد يعاد النظر بهذه الخطة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية، وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات. وتأتي العقوبات والتي فرضت بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وإجراءات أخرى في وقت يصارع فيه الرئيس السوري أزمة اقتصادية متزايدة بعد نحو 10 سنوات من الحرب. ومن بين 4 أشخاص و10 كيانات شملتهم القائمة السوداء حافظ نجل الرئيس السوري وكذلك الفرقة الأولى بالجيش استهدفتهم واشنطن بسبب اتهامات إما بالمساعدة في تمويل الحكومة. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات جمدت الأصول المملوكة للدولة السورية ومئات الشركات والأفراد. وحظرت واشنطن الصادرات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك المعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها. سجلت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسائر تاريخية في الفصل الأول من العام 2020 بلغت 7.3 مليار يورو، وذلك بسبب الأزمة مع شريكها الياباني نيسان ووباء كوفيد 19 بحسب ما أعلنت الشركة في بيان. وكانت رينو الفرنسية أعلنت منذ ما قبل انتشار الوباء عن مشاكل مالية ورغبتها في إعفاء 15 ألف موظف حول العالم من وظائفهم. وجاء في البيان أن الشركة ستمتنع عن القيام بأي تقديرات للنتائج المالية لهذا العام، خصوصا في ظل الجو الضبابي الذي تفرضه الأزمة الصحية العالمية. تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا باتجاه المريخ الروبوت المتنقل بريس فيرنس المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل 3 مليارات سنة. ويحمل المسبار معه أيضا مروحية صغيرة ستحاول إنجاز أول تحليق جوي على كوكب آخر. من المقرر أن تتم عملية الإطلاق بواسطة صاروخ أطلس 5 من إنتاج يونايتد لانش إليانس من كاب كانافيرال في فلوريدا. وفي حال وصول المركبة من دول أضرار في 18 من فبراير 2021 ستكون الخامسة التي تنجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وأطلقت الصين أول مركبة إلى المريخ الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تحط في مايو 2021. وقد تتواجد 3 مركبات على سطح المريخ العام المقبل مع المسبار الأمريكي كوريوسيتي، والذي قطع مسافة 23 كيلومتر على الكوكب الأحمر منذ العام 2012. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.